بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده الحلقه دي موجهه لاثنين او نوعين من الاشخاص اللي عايزين يقدموا في شقق الاسكان 7 متوسط الدخل. خلي بالك الرساله دي الاثنين بس، لنوعين من الناس: اللي قاعد في شقق قانون قديم واصحاب المهن الحره. تخلي بالكم قوي وانتوا بتقدموا، عشان في شرطين مهمين جدا نازلين في الكراسه السنه دي او نازلين في الاعلان ده بالاخص، وطبعا دي حاجات اول مره تتحط في الاعلان. تخلي بالك من ايه؟ اللي قاعد في شقه قانون قديم وناوي يقدم في شقق الاسكان متوسط الدخل اللي نزلت من يوم 21/5 لحد 4/6، انت سعادتك لو ربنا كرمك وتخصص لك شقه ساعه الاستلام، سواء بقى انت مقدم فوري او مقدم 18 شهر او مقدم 36 شهر، هتعمل تنازل عن الشقه بتاعتك مسجل في الشهر العقاري قبل ما تستلم الشقه، اجباري. لو ما عملتش ده تخصيصك هيروح. دي اول فئه بتكلم عليها. وطبعا لو في عدادات باسمك، او طبعا الشرط ده لو على اي حد مقدم عنده عدادات باسمه اتنازل عنها قبل ما تقدم، عشان لما يحصل الفرز ويلاقي عندك عداد هترجع لنفس المشكله بتاعت سكن 5. دي تاني حاله. تالت حاله والمهمه جدا جدا جدا: اي مهنه حره عايزه تقدم في الاسكان المتوسط الدخل اللي نازل اليومين دول لازم يكون معاك بطاقه ضريبيه. في بعض المهن بطاقه ضريبيه بس، وفي مهن تانية بطاقه وسجل. لازم ليه؟ عشان الشروط اللي مكتوبه في الكراسه بتقول ايه؟ هتجيب ورقه من الضرايب ان انت فاتح بطاقه ضريبيه او بطاقه وسجل على حسب المهنه بتاعتك، سواء نشاط تجاري او مهنه حره او مهنه حرفيه. بطاقه ضريبيه او بطاقه وسجل، مش كله بطاقه وسجل ومش كله بطاقه ضريبيه. ولازم يكون عدى عليك في فتح البطاقه او البطاقه والسجل 12 شهر. 12 شهر. الكلام ده مذكور في الكراسه للي مش واخد باله. يعني اي حد مهنه حره هيجيب شهاده دخل من محاسب قانوني ما يكونش معاه بطاقه وسجل او بطاقه هيترفض. مبدئيا لازم يكون عندك بطاقه او بطاقه وسجل، وتجيب بصوره منهم وتذكر ده في شهاده الدخل، وتكتب صافي الدخل بتاعك السنوي والشهري، وان انت معاك بطاقه ضريبيه وهترفق صوره منها مع جواب من الضرايب ان سيادتك فاتح للمهنه بتاعتك بطاقه ضريبيه او بطاقه وسجل، ويكون مر عليها سنه كامله. اي حد هيعمل غير كده ورقه هيترفض. ده مبدئيا ورقه ايه؟ هيترفض. دول الثلاث حالات اللي حبيت اطلع اتكلم عنهم في الشروط، ودول يعتبر اكتر 3 حالات جداد. احنا جربنا المرافق الاعلان اللي فات، ضافوا عليها القانون القديم لازم هيتنازل عن الشقه قبل ما يستلم، ضافوا عليها ان المهنه الحره اللي هتقدم المره دي ما ينفعش شهاده دخل من غير بطاقه وسجل ويكون مر عليها 12 شهر. اي حد هيعمل شهاده دخل من محاسب قانوني حتى لو معتمد ومعكش بطاقه وسجل، ورق سعادتك هيترفض، ما فيهاش كلام. واللي يقول لك غير كده تعرف ان هو مش فاهم حاجه، ومش فاهم حاجه في الاجراءات ولا فاهم حاجه في القانون. ان التركايه دي تركايه قانون، مش تركايه واحد بيقدم ورق وخلاص. اللي بيقدم ورق وخلاص هو هيقرا الورق زي الانشاء، لكن اللي يبص على التركات القانونيه هو اللي هيفهم وهو اللي هيفيدك، عشان ما تدفعش ال 100,000 وتدفع ال 850 جنيه المصاريف الاداريه اللي هيروح عليك، وتدفع مصاريف رفع الورق لاي مكتب هيرفع لك ورقك او يعمل لك شهاده دخل. طبعا دي مصاريف هتبقى اضافيه على ال 850. كل ده هيروح في الهواء، وال 100,000 بس اللي هيرجعوا لك. ويا عالم التوقيت رجوعهم هيبقى بعد قد ايه؟ ان احنا ما نعرفش لغايه دلوقتي ال 100,000 دي لو الناس اللي قدمت ما جاتلهاش هتسترد بعد قد ايه؟ تحياتي ليكم. ده فيديو كده 3 نصائح مهمين للناس اللي عايزه تقدم في متوسط الدخل اللي نازل من 21/5 ل 4/6. تحياتي ليكم، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. شير عشان غيرك يستفيد، ومتابعه للصفحه عشان يجيلك كل جديد. السلام عليكم.